لو معاك من 200 ل300 ألف جنيه ونازل تشتري عربية من سوق المستعمل النهارده، فأنت أكيد في حيرة كبيرة. الميزانية دي بالرغم من إنها تبان تعبانة في الوقت الحالي، بس لسه تقدر تركبك عربية محترمة لو عرفت تختار صح. في الفيديو ده عملت لك الواجب، قلبت السوق وفحصت عشرات العربيات واستبعدت عربيات كتير جدا، لأني لقيت إن بعضها ملوش قطع غيار أو صيانتها معقدة أو تقيلة جدا في إعادة البيع وممكن تدوخك لما تقرر تبيعها. وفي الصورة دي هتشوف كل العربيات المستبعدة والسبب إيه، واخترت لك أفضل 10 عربيات في السوق المصري بالميزانية دي بيجمعوا ما بين الاعتمادية، التوفير في البنزين، وسهولة البيع. دوس لايك واشترك في القناة وشير الفيديو لصاحبك اللي بيدور على عربيات بالسعر ده، وكمل الفيديو معايا للآخر عشان تعرف المواصفات والأسعار. يلا بينا. أول عربية معانا الهيونداي فيرنا الوحش الكوري، الموديل من 2010 ل 2014. المحرك بتاعها بيبقى 1600 سي سي 4 سلندر، القوة 106 حصان، عزم 144 نيوتن متر. مميزات العربية دي سحب قوي، قطع غيار بتراب الفلوس، إعادة بيع في نفس اليوم. العيوب الثبات بتاعها ضعيف على السرعات العالية، والفرامل بتاعتها ضعيفة وعفشتها ناشفة. سعرها التقريبي من 240 إلى 290 ألف جنيه. طيب ليه تشتريها؟ قطع غيارها عند البقال، صيانتها عند أي ميكانيكي بيفهم، ولما تقرر تبيعها التليفون مش هيبطل رن. تاني عربية معانا هي شيفروليه لانوس أو دايو لانوس، الموديل من 2011 ل 2015. العربية دي 1500 سي سي 4 سلندر، كامة واحدة، القوة 86 حصان، العزم بتاعها 133 نيوتن متر. مميزاتها إنها اعتمادية من الدرجة الأولى، صيانتها سهلة جدا، مريحة في السفر للمسافات المتوسطة. عيوبها إن استهلاك البنزين بتاعها مرتفع نسبيا داخل المدينة، التكييف بتاعها بيأثر على سحب العربية. سعرها تقريبا بيبقى من 230 ل 280 ألف جنيه. طيب ليه تشتريها؟ العربية دي حمالة أسية، موفرة جدا في استهلاك البنزين، ومثالية لو أول مرة تركب عربية ومش عايز توجع دماغك بالصيانة. بعد كده معانا النيسان صاني ان 16 الشكل القديم، الموديل من 2004 ل 2007. محركها 1500 او 1600 سي سي 4 سلندر، القوه 105 حصان او 118 حصان، العزم بتاعها 133 نيوتن متر او 144 نيوتن متر. مميزاتها التكييف قوي جدا، صاج محمل، اعتماديه يابانيه، صالون واسع ومريح. عيوبها استهلاك بنزين متوسط، واطيه شويه عن الارض مع الحموله. سعرها تقريبا من 260 ل 300 الف جنيه. طيب ليه تشتريها؟ اول حاجه تكييفها ثلاجه، ثباتها احسن من اللانوس والفيرنا، وشكلها لسه ليه هيبته في الشارع، واعاده بيعها صاروخ. العربيه اللي بعد كده معانا ميتسوبيشي لانسر بوما 1300 سي سي، موديل من 2004 ل 2006. المحرك بتاعها بيبقى 1300 سي سي 4 سلندر، قوه 82 حصان، عزم 120 نيوتن متر. مميزاتها انها برستيج عالي، فتيس عملي جدا، الصالون بتاعها خاماته جيده، عمرها طويل. عيوبها ان الموتور 1300 ده ضعيف مع التكييف الحموله، وقطع الغيار بتاعتها اغلى من الكوري. سعرها تقريبا بيبقى من 270 ل 300 الف جنيه. طيب ليه تشتريها؟ لو لقيت حاله نظيفه بالسعر ده يبقى انت محظوظ، لانها برستيج عالي جدا، ميكانيكا بسيطه، وقطع غيارها في كل حته جديد واستيراد. بعد كده معانا رينو لوجان الشكل الاول، الموديل اللي هو من 2010 ل 2013، المانيوال. محركها 1600 سي سي 4 سلندر، قوه المحرك 90 حصان، عزم دوران 128 نيوتن متر. مميزاتها انها اعلى معدل امان في الفئه دي، العفشه بتاعتها قويه جدا للمطبات، شنطتها ضخمه. بالنسبه لعيوبها الميكانيكا بتاعتها محتاجه حد بيفهم في الرينو، وقطع الغيار بتاعتها اغلى من الفيرنا واللانوس. السعر التقريبي بتاعها من 220 ل 270 الف جنيه. طب ليه نشتريها؟ هي عربيه امانها اعلى، صاجها اقوى، وعفشتها مخصصه لشوارع مكسره. لو المانيوال مش بيضايقك، اللوجان هي افضل قيمه مقابل سعر. بعد كده معانا التويوتا يارس المسطره، الموديل من 2006 ل 2008. العربيه دي محركها 1300 سي سي 4 سلندر، قدرته 87 حصان، عزم دوران 121 نيوتن متر. مميزاتها انها بطله توفير البنزين، عربيه اعتماديه اسطوريه، نادر جدا ما تعطل فجاه. العيوب ان قطع غيارها الاصليه غاليه شويه، حجم الشنطه صغير مقارنه بالمنافسين. سعرها التقريبي بيبقى من 280 ل 300 الف جنيه للحالات النظيفه. طب ليه تشتريها؟ اسم تويوتا لوحده كفايه، استهلاك بنزين وهمي، موفره جدا، واعتماديه يابانيه تخليك تمشي وانت مطمن. معانا بعد كده العربيه لادا جرانتا تجميع مصري، الموديل من 2016 ل 2018. العربيه دي محركها 1600 سي سي 4 سلندر، القوه بتختلف في العربيه دي من المانيوال للاوتوماتيك، لان نسخه المانيوال نزلت 8 صباب ونسخه الاوتوماتيك نازله 16 صباب، عشان كده القدره او القوه 87 حصان للمانيوال، 105 حصان للاوتوماتيك، وعزم الدوران 140 نيوتن متر للمانيوال، 145 نيوتن متر للاوتوماتيك. مميزات العربيه دي انها موديل حديث، ارتفاعها ممتاز عن الارض، عفشتها خشنه بتستحمل اي طريق. عيوبها انها تقفيل داخلي بدائي، متقفله في مصر، العزل الصوتي بتاعها ضعيف شويه، استهلاك بنزين متوسط. سعرها تقريبا من 250 ل 290 الف جنيه. طيب ليه تشتريها؟ لانها عربيه بتاعه شغل. لو عايز موديل حديث نسبيا بميزانيه صغيره، الجرانتا هي الحل، قطع غيارها رخيصه جدا وموجوده عند اي حد. بعد كده معانا شيفروليه افيو، الموديل من 2010 ل 2012. العربيه دي محركها 1500 سي سي 4 سلندر، قدره المحرك 83 حصان، عزم دورانه 128 نيوتن متر. المميزات
مميزات العربية شكلها شبابي، صالون واسع، سهولة شديدة جدًا في إعادة البيع. عيوبها إن في مشاكل في الidle بتاع الموتور أحيانًا، والثبات متوسط واستهلاك البنزين عالي مع التكييف. السعر التقريبي من 240 ل280 ألف جنيه. طيب ليه نشتريها؟ لإنها أوسع من اللانوس، شكلها أحدث ومطلوبة جدًا في إعادة البيع، بس اتأكد من حالة الموتور والعفشة قبل ما تدفع قرش. بعد كده معانا الهيونداي accent أو الnew accent الموديل من 2006 ل2009. العربية دي محركها 1600 سي سي 4 سلندر، قدرته 112 حصان، عزم دوران 145 نيوتن متر. مميزاتها إن موتورها قوي جدًا على حجمها، أنعم وأريح من الفيرنا بكتير. العربية ثابتة نسبيًا. عيوبها إن قطع غيار الهيكل اللي هي الخوارج أغلى من الفيرنا ومش منتشرة بنفس الدرجة. السعر تقريبي من 260 ل300 ألف جنيه. طيب ليه نشتري العربية دي؟ العربية دي مظلومة شوية، بس هي أنعم وأحسن في السواقة. موتورها 1600 سي سي قوي وموفرة جدًا لو حالتها نضيفة. العربية اللي بعد كده معانا والأخيرة اللي هي سوزوكي ألتو، ودي هي الحل الاقتصادي، موديل من 2015 ل2019، محركها 800 سي سي 3 سلندر، قدرته 47 حصان، عزم دورانه 68 نيوتن متر. مميزاتها إنها موفرة للبنزين توفير خيالي، سهولة في الركب، مصاريف تشغيل تكاد تكون صفر. عيوبها الحجم بتاعها صغير جدًا، لا تصلح للسفر الطويل، الأمان محدود. سعرها تقريبي من 200 ل250 ألف جنيه. طيب ليه نشتريها؟ لو مشوارك زحمة ومحتاج عربية صفر أعطال وتدخل في أي ركنة وبتشم بنزين، يبقى ما فيش غير السوزوكي ألتو. في النهاية يا صديقي، الميزانية دي في 2026 بتشتري لك حالة مش موديل، يعني عربية موديل 2010 فابريكا وحالتها بيتي، أحسن بكتير جدًا من موديل 2018 متهانة ودايبة. نصيحتي ليك قبل ما تدفع، اكشف في مركز متخصص، ما تبخلش في النقطة دي، راجع ورق العربية كويس جدًا في المرور، ابعد عن العربيات اللي كانت شغالة تطبيقات نقل ذكي إلا لو حالتها استثنائية. قُل لي في التعليقات لو معاك 300 ألف جنيه النهارده تختار مين من ال10 عربيات اللي قُلنا عليهم. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة عشان تيجي لك كل الفيديوهات الجديدة، وابعت لي أي سؤال في الكومنتات وأنا هاجاوبك عليه. أشوفكم على خير. سلام.